Bien recevoir et accueillir notre équipe nationale. Nous remercions à cette occasion les autorités et les responsables concernés nigérians pour avoir facilité et pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'arrivée et l'accueil de notre délégation, ainsi que pour le déroulement du match. Et le choix de cette ville du Lyon, alors que d'habitude ils évoluent à la capitale. Vous savez, le choix du lieu du déroulement du match revient à la fédération de football du pays concerné. Je sais qu'Ouyo a été aussi le terrain qui a accueilli l'équipe de Tanzanie il y a quelques semaines pour un match de qualification. Il y aura des Algériens, Inch'Allah, pour ce match, bien sûr. Vous serez, est-ce qu'il y aura Oui, nous sommes là et vous aussi vous êtes là et les autres Algériens certainement que s'ils ont le temps de venir supporter leur équipe nationale, ils le feront avec plaisir s'ils ont le temps. Je vous remercie. Merci. وفقنا وخلاص الله ربي يوفقنا هذا ما نقول لك شيخ وحده اه سلام صحيح هذا وصلنا معاك كلمة احنا الفريق جاهز باذن الله ويبقى التوفيق من الله السلام عليكم Viva l'Algérie! Wa tutte! Viva l'Algérie! Wa tutte! Viva l'Algérie! Wa tutte! Viva l'Algérie! Wa tutte! Viva l'Algérie!
Nigerian will look the best. وصل المنتخب الوطني هذا المساء إلى مدينة أويو بنيجيريا لتحضير آخر اللمسات لمباراة السبت أمام تصفية كأس العالم ضمن معسكره في سيدي موسى بالعاصمة الجزائرية قبل المغادرة نحو مدينة إيبو النيجيرية. في أجواء ماطرة عاود الخضر تدريباتهم بمركز المنتخبات الوطنية في سيدي موسى تأهبا لمواجهة نيجيريا الهامة في مشوار تصفية المونديال، وكلهم أمل في تدارك تعثر الكاميرون في الجولة الأولى والتطلع لبلوغ المونديال بقيادة مدربهم الجديد البلجيكي جورج ليكنس الطامح لإعادة منتخب محاربي الصحراء إلى السكة الصحيحة. لا أفكر في الخسارة في نيجيريا، وأنا هنا للفوز، لكن لا يمكن أن نفوز بكل المباريات. صحيح أن الوقت ضيق وقد جئت متأخرا، لكني سأعمل بكل جهدي وعندي أفكار لعمل المطلوب. أريد الذهاب إلى كأس العالم، وهو ما يمكنني فعله مع فريق وجيل كهذا. لدي دين تجاه الشعب الجزائري وبلوغ المونديال هو هدفي. تشكيلة ليكنس تبدو مكتملة رغم غياب الثلاثي سوداني وبدبوز وغزال المصابين، حيث تم استدعاء 3 بدلاء هم ياسين بنزية ونجم أرسنال الواعد إسماعيل بن ناصر إلى جانب بغداد بنجاح مهاجم السد القطري. أنا رايحين بعزيمة كبيرة إن شاء الله. هضر معنا البريزيدون، هضر معنا المدرب، نحاول الضغط كاع ان شاء الله 3 بوان ديما تكون جزائريه ان شاء الله. الأخبار الواردة من مركز سيدي موسى تؤكد أيضا تعافي مدافع نابولي فوزي غلام من الإصابة، حيث من المنتظر مشاركته أساسيا في المواجهة في انتظار موافقة الطاقم الطبي. ورغم صعوبة المهمة إلا أن رفاق نبيل بن طالب عازمون على تحقيق المطلوب رغم قوة المنافس. نيجيريا فريق قوي على الساحة الإفريقية، والمواجهة ستكون صعبة، لكن يجب علينا الفوز بالنقاط الثلاث. لا ألعب في المركز ذاته مع شالكة، لكنني هنا لتقديم الإضافة لمنتخب بلادي. مواجهة نيجيريا وإن تبدو هامة لأصحاب الأرض الذين يتصدرون المجموعة، إلا أنها تعد مصيرية للخضر إذا ما أرادوا الحفاظ على حظوظهم في بلوغ المونديال للمرة الثالثة تواليا.